قبل أي كلام صلى على الرسول الحبيب، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. أنا مخلفة 4 بنات، ما جبت الصبيان. جوزي راجل على قده، كان عنده مرض وكان عارف إن هو مش هيعيش كتير، فكان يجيب كل شوية حتة دهب ويقول لي حوشيها للبنات. دول بنات عشان ما يتبهدلوش تعلميهم وتشوريهم وعمل لي خزنة في الدولاب بأرقام. قعد يعلمني أفتح الخزنة إزاي واستخدم الأرقام إزاي، وعرفت واتعلمت وبقيت أحط الذهب في الخزنة. أيام جوزي ما كان تعبان، أخويا ومرات أخويا عمرهم ما سألوا فيا ولا طلعوا زاروني ولا زاروا جوزي. جوزي مات، الله يرحمه ويحسن إليه. فلما جوزي مات لقيت أخويا جالي هو ومراته بيقولوا لي أنت عايشة إزاي وبتصرفي إزاي. حكيت لأخويا، قلت له ما تقلقش، أنا عندي دهب كتير وعيناهم في الخزنة اللي في الدولاب، وكل لما احتاج اخد حتة دهب اصرف منها والدنيا ماشية. لقيته جالي مرة تانية هو ومراته وبيقول لي بصي انا هقف معاك، احسن ما حتة تجيبها من الدهب وتبيعيها، طب ما احنا نبيع الدهب كله ونمسك فيه مبلغ كبير واخش لك فيه مشروع، وكل شهر لك مرتب ثابت من اخوكي، واشغل لك رأس المال، علشان انا شايف ان كده احسن. اخويا بيشتغل في شركة خاصة مش شركة حكومية كمان، يعني ما عندوش يعني دماغه وتفكيره مش بيزنس، ولا عمره فتح مشاريع ولا الكلام ده. قلت له طب افرض المشروع يعني فلس، اجوع انا وبناتي؟ قال لي لا ما تخافيش، ما انا هدرس وهيبقى مشروع مضمون عشان اطمن على البنات. وقاعد يلح عليا هو ومراته. بس انا جوزي قايل لي الحاجة دي أمانة في إيدك، دي أمانة هتسأل عليها قدام ربنا. الذهب للبنات، وخلي بالك من الذهب، وده للبنات. أنا مانيش عارفة أعمل إيه، أبيع الذهب وأعطيه لأخويا ولمرات أخويا، ولا أخليني على منى وحافظ على الذهب؟ خليكي على منتي، ولا تبيعي الذهب ولا تعطيه لاخوكي ولا لمرات اخوكي ولا حد له دعوه بالذهب. الذهب ده امانه في ايدك عشان الاولاد. افرضي المشروع فلس، هتشتكي اخوكي؟ هتدخل اخوك السجن؟ يبقى كده انت وبناتك ضعتم. امال اعمل ايه يا صفا؟ ذهبك في ايدك، وكل مره الذهب بيزيد. كل ما تحتاجي فلوس خدي حتة دهب وبيعي واصرفي على بناتك. بكرة ده بتقول أكبر بنت عندي في الجامعة، اللي في الجامعة دي قريب هيجي لها عريس، هتشورها منين؟ اعملي بكلام جوزك، دي وصية ودي أمانة هتسأل عليها قدام الله. حافظة على مال ولادك، بناتك دول بنات، حافظة على الأمانة، محدش له دعوة بيكي. اخوكي على عيننا وراسنا، ملوش دعوه بفلوسك ولا بذهبك ولا اي حاجه منتي. كان فين لما جوزك كان تعبان؟ كان فين لما عرف ان انت عندك شويه ذهب فدخلك بقى بالحنيه؟ الحنين يبان في وقت الضيقه، في وقت الشده ما وقفش معاكي. يبقى خلاص كل واحد يشق طريقه. ذهب البنات تحافظ عليه، أمانة. جوزك سايبلك أمانة، كل فترة جيبي حتة دهب وتبيعي وتصرفي على البنات.
والبنت لما تتخطب شوري وسطري، انت ام واب. انا بلغت فاللهم فاشهد. اسمعوا المشكلة وعايزة اقراكم واقول لكم اشوفكم على خير.